نذكركم مشاهدينا أن الجزائر قادت حملة انتخابية مكثفة في الأيام الماضية في أروقة الهيئة الأممية لحشد دعم ترشحها الذي تهدف عبره إلى إسماع صوت إفريقيا داخل الأمم المتحدة. كما نشاهد مشاهدينا الجزائر تفتك بصفة رسمية العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي خلال السنة 2024 إلى 2025. هذه صور مباشرة وحية تأتينا من مجلس الأمن بنيويورك. نعم، نذكركم أن الجزائر افتكت العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي ب184 صوت مقابل 192 صوت. هذه صور تأتينا من مقر مجلس الأمن بنيويورك.